درعة تافيلالت 2025. أزمات البنية التحتية وتهميش المواطن. هل تحاسب الدولة المسؤولين على تبديد الملايين؟ تعيش جهة درعة تافيلالت وعاصمتها الرشيدية واقعاً مريراً رغم مرور سنوات على إعلانها جهة ضمن التقسيم الإداري الجديد. فبينما تنفق الملايين على مشاريع وهمية أو متكررة مثل تبديل مصابيح الإنارة وترميم الرصيف، تظل الدواوير النائية بدون طرق أو كهرباء أو ماء صالح للشرب. الساكنة المحلية التي تعاني من معدلات بطالة تصل إلى 9.6%، وفقر بنسبة 15%. الساكنة المحلية تطالب بمساءلة المسؤولين السابقين والحاليين عن عقود من التهميش وتبديد المال العام. أبرز المشاكل المزمنة: بنية تحتية مفقودة. أكثر من 70% من الجماعات الترابية بالجهة تفتقر لشبكة الصرف الصحي وتعتمد على المطمورات التي تلوث الفرشة المائية. عشرات الدواوير بدون كهرباء أو طرق معبدة، مما يعزل السكان ويعمق الفقر. اقتصاد منهك. الاعتماد شبه الكلي على السياحة رغم إمكانات المنطقة الزراعية واحات النخيل التي تتراجع بسبب الجفاف وسوء الإدارة. غياب منطقة صناعية يجعل الشباب عاطلين عن العمل أو مهاجرين إلى المدن. فساد إداري. تكرار مشاريع لا أولوية لها مثل إعادة تهيئة الشوارع الرئيسية بأموال طائلة، بينما الأحياء العشوائية تنتظر التطهير. تقارير محلية تتهم لوبيات بالاستحواذ على الأراضي. المجالسون المحليون اتهموا بالتركيز على المشاريع التجميلية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى بدلاً من استثمار الأموال في البنى التحتية الأساسية. الإدارة المركزية توجه لها انتقادات بالتجاهل المتعمد لنداءات الساكنة رغم الدراسات التي تحذر من كارثة بيئية وصحية بسبب تلوث المياه. حلول عملية للتنمية: تحسين البنية التحتية، بناء سدود جديدة لتجميع مياه الأمطار ومنع نضوب الفرشة المائية، توجيه الاستثمارات نحو توصيل الكهرباء والماء إلى الدواوير النائية. تنويع الاقتصاد: إنشاء منطقة صناعية تستغل الموارد المحلية كالتمور والمعادن وتوفر فرص عمل. تطوير السياحة البيئية عبر استثمار الواحات والتراث الثقافي الأمازيغي. تعزيز الشفافية: إلزام المسؤولين بنشر تفاصيل الميزانيات والمشاريع بشكل دوري، ومشاركة المجتمع المدني في الرقابة. تعزيز الشفافية مفتاح لفضح الصفقات المشبوهة ومحاربة المحسوبية. رقابة صارمة وفتح الملفات أمام الرأي العام لاستعادة ثقة المواطن. تمكين الشباب: تدريب مهني يركز على المهارات الرقمية والصناعات الخفيفة لمواكبة متطلبات السوق. دعم المشاريع الصغيرة عبر قروض ميسرة لخلق اقتصاد محلي منتج. وقت الحلول للتأجيل. درعة تافيلالت ليست منطقة فقيرة، لكنها ضحية سوء إدارة طال أمده. التحدي اليوم هو تحويل الانتقادات إلى فعل عبر خطط تنموية تشرك الساكنة وتستثمر في إمكاناتها بدلاً من تبديد المال العام في مشاريع وهمية.